أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات والمتابعين والمتابعات، أهلا بكم مع محمود فهمي في جولة للتحف والنحاس والأناتيك وحاجات من زمن فات مع محمود فهمي وجمال محمود فهمي وحلاوة محمود فهمي وعسل محمود فهمي للنحاس والأناتيك. العسل والنحاس اللي هو الحاجات اللي أنا بجيبها لكم الجديدة، الحاجات الحلوة اللي أول مرة أعرضها لسيادتكم. حبايبي، أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. مضى العيد الكبير بقاله أسبوعين، العيد الكبير خلص بقاله أسبوعين، وإحنا إن شاء الله بعد العيد الكبير أهو. وبرضه ربنا يجعله عيد سعيد عليكم وعلى جمهورية مصر العربية جميعا وعلى الأمة الإسلامية وعلى العالم أجمع. ربنا يعيدوا علينا مرة تانية ومرة تالتة ويعيدوا علينا على طول ويجعلوا عيد سعيد على الجميع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. حبايبي وحبايب صفحة محمود فهمي، اتفرجوا على التراث المصري الجميل من الأهوال النحاس وزهرية الزرع النحاس وحاجات من زمن فات وحاجات من زمن فات. والله العظيم يا اخوانا انا بعيد التصوير ساعات مرة واتنين، وساعات بعيد الصوت مرة واتنين وعشرة. ليه هتقولي ليه؟ اقول لك من غير ليه، معلش. حبايبي، طبتم وطابت اوقاتكم واهلا بكم في فيديو جديد للتحف والنحاس وحاجات من زمن فات مع محمود فهمي وعسل محمود فهمي وجمال محمود فهمي. يا ناس يا عسل محمود فهمي وصل للتحف والنحاس وفرشة في تقاطع عماد الدين سوق ديانة يوم السبت من كل سبت في جمهورية مصر العربية. يبدأ يوم السبت بس، تلاقي من الساعة 6 صباحا إلى 5 مساء في كل حاجة انتوا عايزينها. سوق ديانة في كل حاجة انتوا عايزينها، بس هو متخصص أساسا للتحف والنحاس والأناتيك واللهوان النحاس والصواني والحاجات الجميلة. وفي حاجات من زمن فات، ساعات فضة، ساعات مية دهب، الهون النحاس، الزير النحاس، يعني من الإبرة للصاروخ زي ما بيقولوا. عفوا يا اخوان. ان شاء الله يا جماعة بمشيئة الله تعالى برضو في فيديوهات نازلة جميلة جدا جدا، وتابعونا. وانا بعتذر لكم اني انا ما نزلتش فيديوهات في العيد، ربما انا كنت في ظروف الصحية تعبان، وكل زمايلي الحقيقة ربنا عيدوا عليا في العيد الكبير اللي مضى بقاله اسبوعين. جزاهم الله كل خير، عيدوا عليا. والزباين اللي هي الطيبه جدا جدا، يعني كل زبايني محترمه وناس كويسين وناس متعلمين، كل سنه برضه هم طيبين، ونبدي لهم هذا الشعور انهم رنوا عليا ولما كنت عيان واتصلوا عليا وعيدوا عليا، حتى الزباين العاديين يا جماعه. نرجع بقى لشرايط الكاسيت مع الفنان عبد الحليم حافظ العندليبي الاسمر ابن جمهوريه مصر العربيه. فنان عبد الحليم حافظ، شرايط كاسيت للبيع وصوت الفن وصوت القاهرة وحاجات جميلة جدا جدا هتلاقوها للشرايط الكاسيت. والله يا جماعة في شركة هناك بتبيع الشرايط دي، وفي ناس عاديين والعبد لله برضه يا سيادنا. الفنان محمد عبد الوهاب بيغني هنا من غير ليه، والسيدة أم كلثوم شرايط بتقول طاوعني يا عبدي، لا لك حبيب لا قبلي ولا بعدي، ولما تجلاني بالدمع ناجيته. السيدة أم كلثوم والفنان عبد الحليم حافظ زي من الوقت للآخر شرايط كتيرة جدا كاسيت يعني. وعلى فكرة بقى في مفاجآت جميلة جدا جدا، يعني في فرشها بعد ده، مش بس يعني الفرش ده، لا ده في حاجات جميلة جدا جدا جاية. الفنان محمد رشدي اهو شرايط كاسيت، اللي غنى طبعا الزعيم ادهم الشرقاوي ابن الشرقيه واهل الشرقيه وحضاره الشرقيه. ادهم الشرقاوي او عفوا بقى يا جماعه، انتوا عارفين القصه بتاعت ادهم الشرقاوي.
ادم الشرقاوي يا جماعه حاجه يعني ملوش حل. الله اكبر عليك يا مصر. عفوا الفنان محمد رشدي غنى للزعيم ادم الشرقاوي يا جماعه، وكلنا عارفين قصه ادم الشرقاوي، كفاح ادم الشرقاوي البطل العظيم ابن الشرقيه وادم الشرقيه. ولنا وقفه ان شاء الله قريبا مع قصه ادم الشرقاوي وحضاره ادم الشرقاوي والشرقيه وادب الشرقيه. وعشان الشرقيه وحلاوه الشرقيه تحيا جمهوريه مصر العربيه وتكرم المنصورة وأهل المنصورة والدقهلية والغربية عشانك يا شرقية وجمالك يا شرقية وحلاوة الشرقية والاسم أدهم لكين النائب شرقاوي. طبعا اللي أمام حضراتكم ده اللي كان منذ ثواني الشيخ سيد النكشبندي اللي كان بيقول مولاي يا مولاي. وطبعا ليه يعني تواشيح جميلة جدا جدا، ومعروف بقى كان بيجي في رمضان وغير رمضان. ونرجع بقى مرة تانية الفنان محمد عبد المنطلب أمام سيادتكم اللي كان بيقول يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس، ده كل قلب في ألم والكل واحد كاس. يا حاسدين والعين قاسية ما بين قلبين، يا مشتتين شاملين الحب اللي ايه فين. ده الفنان محمد عبد المنطلب. وكان في أغنية برضه بيقول يا حاسدين، بيقول ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في حي الحسين. يعني حتى الأغاني الشعبية جميلة جدا جدا بتاع المطربين القدام دول، من الفنان سمير صبري اللي غنى ابو علي، وليه اغاني جميل جدا، اغاني جميله جدا جدا الفنان سمير صبري. نسال الله العظيم يا رب ان يرحمه ويتجاوز عن سيئاته وسيئاتنا جميعا. عفوا الفنانه مياده اللي كانت بنت جمهوريه مصر العربيه، الفنانه مياده الجميله، انا مسميها الجميله لانها فعلا هي جميله وروحها حلوه. طبعا احنا عارفين بقى مياده بقى وجمال مياده والحبيبه كلها اللي اتعلمت الثقافه يعني اللي هم كانوا بقى الحبيبه بقى على في العهد بتاعها، وما زالت لغايه الان هي موجوده على الساحه. نسال الله العلي العظيم يا رب الفنانه مياده يعني ان ربنا يكرمها ويحفظها من كل شر وكل سوء. وكل جمهوريه مصر العربيه نرجع تاني للسيده ام كلثوم واغاني السيده ام كلثوم والحاجات الحلوه بتاعه السيده ام كلثوم. ولو انت نزلت سوق ديانا هتلقى كل الحاجات دي، لف وشوف وان شاء الله هتلقى كل الحاجات الجميله ديت. وبجور الجاز المصري الجميل اللي احنا كلنا عفوا اتربينا على باجور الجاز. اعزائي المشاهدين والمشاهدات والمتابعين والمتابعات، بعد الفرش ده في فروشه جميله جدا جدا جايه هتشوفوها وهتعجبكم. لو انت مستعجل على الفيديو يعني ممكن تجري الفيديو، وما تنسوناش بقى في التعليقات يا اخوانا. اعزائي المشاهدين والمشاهدات والمتابعين والمتابعات، اقتربنا من نهايه الفيديو، اقتربنا من نهايه الفيديو. عفوا يا جماعه احنا اقتربنا من نهايه الفيديو، بس برضو جايب لكم الهون النحاس هتلاقوه هناك للبيع. في هون نحاس هتلاقوه 4 كيلو وفي 5 كيلو. بعد الفيديو ده النقش على الخشب في يعني ورا منه برضو فرش كمان او فرشين، ورا ده على طول في فرشين تانيين، يعني في فرشين بعد ده على طول يا جماعه. يا جماعه يعني راجل بسم الله ما شاء الله، يعني ايده جميله جدا بينقش على الخشب. وزي ما قلت لكم قبل السابق لما كان الباشا محمد علي ماسك جمهوريه مصر العربيه في العصر بتاعه، خد المهره الصناعيه من جمهوريه مصر العربيه واداهم دوله تركيا عشان يعلموا العالم الحضاره المصريه الاسلاميه والشغل الجميل اللي اليدوي اللي الفراعنه علموا المصريين جيل بعد جيل، اللي كانوا بينقشوا على الذهب وعلى الفضه وعلى النحاس والمساجد القديمه زي شارع المعز لدين الله الفاطمي. عشان كده محمد علي باشا يا اخوانا خد الصناعيه المهره، والتاريخ اللي بيقول كده يا سيادنا. يعني عايز اقول لك ان المصري يعني مخه نضيف جدا جدا جدا، يعني مش كل يعني مش بس بلد زراعه، لا ده احنا بلد حضاره برضه ومتقدمين، ان كان في الطب او في النقش على الدهب او على الصواني النحاس والى اخره. وبعدين مع العلم دوله تركيا دي من اكبر الدول اللي على مستوى العالم، يعني جميله جدا برضه، يعني دوله كبيره كبيره ولها شانها، ومن اقدم الدول برضه، يعني التاريخ اللي بيقول كده، ودوله لها حضارتها. بس محمد علي باشا خد المهره الصناعيه المصريين عشان يعلموا العالم كله النقش على الذهب وعلى الارابيسك وعلى الحجر والمساجد القديمه وغير المساجد وحاجات من زمن فات في دوله تركيا. احنا جايبين بقى حاليا دلوقتي الراجل المصري ده
اللي بيصنع التراث المصري الخشب ده، برضو الحاجات دي اللي بيبيعها تلاقوها في سوق ديانا يا جماعه في تقاطع عماد الدين. بيبدا يوم السبت، ممكن تخش من شارع النجيب الريحاني، ممكن تخش من شارع علي الكسار، ممكن تخش من اتجاه التوفيقيه اللي من على كوبري 6 اكتوبر وانت جاي على اليسار او عفوا على اليمين من التوفيقيه. هو انت جاي من كوبري 6 اكتوبر، وعارفين كوبري 6 اكتوبر طبعا التوفيقيه معروفه اللي تقترب من العتبه. وطبعا ممكن تخش له من اول 26 يوليو اللي في العتبه، تخش من اول 26 يوليو وتكسر على يمين، هتلاقي نفسك في السوق ديانا يوم السبت بس من كل سبت. شايفين على فكره يا جماعه ده مش شرخ، ده الخشب وضعه كده. هو قال لك، قلت بقول له الحاجات دي ممكن تملاها يعني غيره او صمغه، قال لك لا حلاوتها كده، حاجات ديكورات وحاجات تستعملها ترابيزه، وحاجات ممكن تحط عليها الشاي، وحاجات ممكن تحط عليها تحف، وهي ذات نفسها تحفه. فنان مصري هناك هتلاقوه شاب كده راجل رفيع كده، هو اللي بيبيع، هو اللي بيصنع الحاجات الجميله دي. شجعوه يا جماعه، شجعوا التراث المصري القديم ده يا جماعه. التراث المصري القديم بدأ يرجع تاني يا سيادنا. ولما بقول لكم ان محمد علي باشا خد المهره الصناعيه، ما قصدتش ان افخم في مصر. مصر حلوه بحكومتها وبرئيسها وبناسها وبشعبها، وكل حته حلوه فيها، وبنيلها وباهراماتها وكل حاجه حلوه في مصر، يعني مش لا، بس انا بقول لكم التاريخ اللي بيقول، مش انا اللي بقول يا اخوانا. وتحيا جمهوريه مصر العربيه، تحيا جمهورية مصر العربية. اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث فينا سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. رب العزة بسم الله الرحمن الرحيم. رب العزة من فوق 7 سماوات بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العلي العظيم. يعني من الوقت للآخر كده استغفر ربك وانت قاعد، عشان يشيل عنك الهم، عشان يوسع عليك الرزق، عشان ربنا يرزقك من حيث لا تحتسب. واعلم ان الرازق هو الله، والخالق هو الله، والصانع هو الله، والعاطي هو الله. وإذا ذاك بك الدنيا فقل يا الله، وإذا اشتكيت همك ما تشتكيش إلا لله بس. اوعى تقول لصاحبك ولا قريبك ولا أختك ولا أمك، قول يا رب، وربنا سبحانه وتعالى يفك عنك الهم، وربنا بيمتحنك. نرجع بقى مرة تانية للتحف والنحاس والأناتيك في سوق ديانا يوم السبت يا جماعة، يا جماعة في تقاطع عماد الدين بجمهورية مصر العربية. اقتربنا أيضا من نهاية الفيديو، ومضى العيد الكبير يا جماعه، بقاله اسبوعين، والعيد خلص الكبير بقاله اسبوعين. ربنا يجعله عيد سعيد على جمهوريه مصر العربيه وعلى العالم اجمع وعلى الامه الاسلاميه يا سيادنا، ويعيدوا علينا بالامن والامان. اعزائي المشاهدين والمشاهدات والمتابعين والمتابعات، طبتم وطابت اوقاتكم. نسال الله العلي العظيم يا رب ربنا يحفظكم من كل شر وكل سوء. وبمشيئه الله تعالى ان شاء الله قريبا جايب لكم فيديو جديد يختلف عن الفيديوهات ديت، وان شاء الله اروح اماكن اخرى غير كده قريبا هسجل فيها واجيب لكم الحاجات الجميله. اوعوا تنسونا بقى ايه في اللايكات، واللي اول مره يا جماعه يعني شاهد فيديوهاتنا ما ينسناش بقى في الاشتراك يا سيادنا ولا الاعجاب. عفوا حبايب صفحه محمود فهمي، هتروح هناك في سوق ديانا، ان ما لقيتش دي هتلقى دي، وما لقيتش دي هتلقى ديت. وطبعا في ناس كتير يا اخوانا من زمايلي بيمتنعوا عن اقول له دي بكام ودي بكام، بيقول لي يا عم محمود البقعه على راس الميت. طب افرض انا رحت يا عم محمود افندي كعب الغزال ما لقيتش الحاجه دي، هتلقى احسن منها، هتلقى في مكان تاني، هتلقى حاجات غيرها. انت شفت السوق، اتفرجت على الناس، شفت الناس، شفت البيع، شفت الشراء. والمثل المصري عندنا بيقول لك اللي يعيش ما يشوف. قال له لا، اللي يمشي يشوف اكتر، اللي يمشي يشوف اكتر. اقتربنا ايضا من نهايه الفيديو، وان شاء الله خلاص قربنا نختم يا اخوانا. سامحونا ان كنا طولنا عليكم. كل اللي اقول حضراتكم ده يا جماعه تحف نحاس، حاجات جميله جدا جدا والله يا جماعه. في كان معايا حلل نحاس جماعه من السعوديه، يعني نسال الله العلي العظيم يا رب يحفظ السعوديه من كل شر وكل سوء. يا جماعه مواطن من جمهوريه مصر العربيه محمود فهمي العبد لله بدع للسعوديه، اهل السعوديه نذكرهم ربنا يعني، وجيراننا واخواتنا. جم خدوا مني حلل نحاس منذ يعني كم حله صغيرين كده منذ شهور قريبه، فقالوا لي والله احنا هنستعملها تاني. فقلت لهم طب لازم تطلعوا على جمهوريه مصر العربيه طبعا، اللي هي منطقه مولانا سيدنا الحسين في شارع المبيضه، تعملوها بأزير من الداخل عشان هتستعملوها، طالما مش هتاخدوها تحف. قالوا يا عم محمود احنا هنطبخ فيها وبعد كده هنشطفها ونحطها في اعلان تحف
امام حضراتنا يعني قدام مننا كده. لكن احنا التراث المصري ده احنا بنعزه. ناس والله العظيم من السعوديه جت مخصوص يا جماعه علشان تشتري الحاجات دي من سوديانا مني، ومتابعيني على الصفحه. طيب ما هو برضه لهم شقق هنا في مصر، طب ايه المانع يعني؟ بس هم الناس لما بيشوفوا الحاجات دي في الفيديوهات بينبهروا بالشغل بتاعنا، والعالم اجمع يا جماعه. ومع ذلك انا بقول لكم ان كان الشغل ده لما كان بيطلع السويد او ما اعرفش الدنمارك، تقريبا السويد حاجه زي كده، المحلات الكبيره الضخمه بتطلع كلها مع بعض في عروضه. ومع ذلك ان الاجانب كلها بتتلم يتلم بقى على من اليابان ومن الصين ومن الهند ومن السند، ويتفرجوا على الشغل المصري. والله العظيم هو اللي بيفوز، هو اللي بيفوز، يعني هو اللي بيفوز بجماله وحضارته. واحنا بنكون في سعودي هنا والله العظيم ناس من المانيا وناس من امريكا وناس من الصين وناس من الهند، والله ده كلام مؤكد، بينبهروا لما بيجوا يبصوا على الحاجات القديمه دي في سعودي هنا، يعني بيبقوا سعداء جدا. يعني مش بس شارع المعز لدين الله الفاطمي بمنطقه مسجد الحسين اللي فيه تحف نحاس كمان اهو هنا اهو. وبرده طبعا الاساس هو شارع المعز لدين الله الفاطمي، برده هتلقوا حاجات اجمل من كده واحسن من كده وكده.